صيف يعني فطاير، يعني حاجة سهلة وسريعة وخفيفة. ما تاخدش معانا اي وقت. وكمان كلنا في الصيف بنحب ناكل حاجة خفيفة كده. هنعمل النهاردة الفطاير العملاقة دي بحشوة الفراخ. سهلة وسريعة وطعمها رهيب، شايفين بقى مورقة وطعمها رهيب جدا ومكوناتها خفيفة جدا وبسيطة. يلا بينا نشوف الطريقة ونشوف المقادير. بس قبل ما نبدأ ما تنسوش لو أول مرة تشوفوني تعملوا لي لايك وشير وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. Familiar, you're familiar. So if you don't know by now, then you should probably get familiar. هنبدأ الأول بالمكونات السائلة. عندي هنا كوباية من الحليب الدافي، عليها كوباية من المية الدافية، عليهم 2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة، وعندي هنا معلقتين كبار ممسوحين من الخميرة، وعندي معلقتين كبار من السكر. وهقلب كويس المكونات السائلة بتاعتي واغطيها واسيبها 10 دقايق تخمر معايا لحد ما تعمل فقاقيع كده كده. اعرف ان الخميرة بتاعتي كويسة وناجحة. هنا بقى بعد ما الخميرة بتاعتي اتأكدت ان هي كويسة، هنزل بالدقيق بتاعي. عندي هنا دقيق متعدد الاستخدامات. هنزل الاول ب5 كوبايات من الدقيق يكون منخول. حتى لو دقيق على فكرة مغلف اللي هو بيبقى في اكياس برضو لازم ننخله كويس. هنزل الاول ب5 كوبايات من الدقيق، عليهم رشة من الملح، وهقلب كويس الدقيق مع المكونات السائلة. طبعا الدقيق بتاعي طبعا هنا طلع قليل، فعندي هنا كوباية من الدقيق بنزل بيها بالتدريج لحد ما العجينة تلم معايا. هنا انا العجينة بتاعتي خدت كوباية الا ربع تاني من الدقيق، يعني خدت 5 كوبايات وزائد كوباية الا ربع من الدقيق، بنزل بيهم بالتدريج. بعد ما العجينة لمت معايا عندي هنا 50 جرام من الزبدة طرية بدرجة حرارة المطبخ. يعني حوالي معلقتين كبار كده من الزبدة. ببدأ بقى ان انا اعجن العجينة بتاعتي كويس جدا لحد ما ادخل الزبدة كلها فيها لحد ما تلم معايا كده وتبقى بالشكل ده. مدة العجن مش هتقل عن 10 دقايق لحد ما العجينة بتاعتي تبقى ناعمة زي ما انتوا شايفين كده. طبعا انا سرعت العجن عشان ما ياخدش معايا وقت. بعد ما العجينة لمت معايا وبقت ناعمة كده، هحطها في البولة بتاعتي واغطيها بكيس وبعد كده بفوطة مطبخ واسيبها تخمر. وفي الوقت دوت طبعا هجهز الحشوة بتاعتي. عندي هنا زيت سخن في الطاسة. بعد كده هنزل بصدر من الفراخ. بعد ما الفراخ بتاعتي لونها بقى يبقى ابيض كده، هبدأ انزل بالخضار بتاعي. عندي هنا بصل وفلفل وجزر، اي خضار عايزة تضيفيه ضيفيه. هبدأ ان انا اقلب كويس كده الخضار مع الفراخ. طبعا كل دوت على نار عالية علشان الفراخ والخضار ما ينزلوش ميتهم. بعد كده هتبل بملح وفلفل وشوية من الكاري وشوية من البابريكا. ممكن تضيفوا بهارات فراخ، اي بهارات انت بتحبوها بالشكل ده كده. وهقلب كويس البهارات بتاعتي مع الفراخ. بعد ما الفراخ بتاعتي تستوي هقفل النار واسيبها تبرد. في الوقت دوت العجينة بتاعتي كانت خمرت بالشكل ده. شايفين؟ تحفة جدا، مش قادرة اوصف لكم العجينة تحفة ازاي. هي لازم تبقى فيها تلزيقة شوية كده. هبدأ بقى ان انا اقسم العجينة بتاعتي لكرات كبيرة. اهم حاجة اي عدد احنا عايزينه، اهم حاجة يكون عدد زوجي لان انا هطبق الفطاير بتاعتي كل قطعتين مع بعض. عندي هنا زبدة سايحة مع زيت. هبدأ بقى بعد ما العجينة بتاعتي ارتاحت هجيب اول كورة واغطسها كده في الزبدة بالزيت
واقعد ان انا افردها كويس بالشكل ده نص فردة، وبعد كده اجيب القطعة التانية وافردها على القطعة الاولانية بالشكل ده كده، وابدأ بقى ان انا ارصهم في صينية، وابدأ بقى ان انا ارص كل الكمية زي ما انتوا شايفين كده، ابططها كده نص تبطيطة كل اتنين مع بعض، واغطيها واسيبها ترتاح حوالي ربع ساعة. بعد ما ارتاحت معايا هبدأ بأول كورتين انا بدأت بيهم، وابدأ بقى ان انا افرد على الرخامة بتاعتي زبدة على زيت، وابدأ بقى ان انا افردها بالشكل ده كده. سهلة جدا مش هتاخد معاكوا اي وقت. بعد ما فردتها بقى بالشكل ده كده احاول اخليها على شكل مستطيل على قد ما اقدر، وما حاولش ان انا ارفعها قوي علشان يعني تعرفوا تلفوها. انا هنا فردتها يعني رقيق، بس انتوا ممكن تتخنوها شوية. بعد كده هجيب الحشوة بتاعتي وافردها كويس كده بالشكل ده. ممكن تضيفوا جبنة موتزاريلا عادي او اي نوع جبن انتوا عايزينه، بس انا ما حبيتش ان انا اضيف لان انا العجينة بتاعتي دسمة وغنية كده، فما احتاجتش ان انا احط فيها جبن. هبدأ بقى ان انا الف بالشكل ده كده الفطيرة بتاعتي، نلف كده بالراحة خالص كل جنب كده، وفي الاخر خالص هجيب الاطراف واعمل فيها شكل كده بالسكينة والفها تاني كويس كده. كل جنب بلفه لوحده علشان ما تتقطعش معايا. بعد كده بشيلها وبرصها في الصينية، وبخلص كل الكمية بتاعتي بالشكل ده واغطيها واسيبها تخمر في الحر اللي احنا فيه دوت ربع ساعة. في الوقت دوت بكون مشغلة الفرن على درجة حرارة عالية، وبعد ببدأ بقى ان انا ادهن الفطاير بتاعتي باللبن واطلعها. هتقعد معايا حوالي ربع ساعة في الفرن، ما تطولوش عليها عشان ما تنشفش. اول لما تطلع بالجمال دوت هبدأ ان انا ادهنها بزبدة سايحة علشان ناخد اللمعة الحلوة دي. وبعد كده بغطيها واسيبها ترتاح ربع ساعة تلت ساعة عشان تفضل معايا طرية. بعد كده بتطلع معايا بالسهولة دي. عايزة اقول لكم مورقة وطعم الزبدة فيها رهيب. اهم حاجة نستخدم زبدة نوع كويس. شايفين بقى شكلها عامل ازاي وطعمها رهيب، مش قادرة اوصف لكم. والعجينة مورقة وهشة زي ما انتوا شايفين كده، حاجة كده خفيفة تنفع لحر الصيف. لازم الوصفة دي تجربوها، يعني تستحق ان كلنا نجربها. ما تنسوش بقى لو عجبتكم الوصفة تعملوا لي لايك وشير وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد.